بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وحضراتكم طيبين ورمضان كريم عليكم. طبعا رمضان لازم نعمل الفول في البيت. طبعا الاسعار بقت خيالية جدا يا جماعة. هنعمله بقى هيطلع معانا، هيعمل معانا كمية حلوة جدا. بصوا بقى الفولاية ما شاء الله دايبة دوب. بصوا بقى شكل الفول وجماله. هقول لكم بقى على كل اسراره واسرار المطاعم يا حبايبي. هيطلع معاكم بصوا تحفة جدا. يلا بينا بقى نشوف الفيديو. ومعايا هنا كيلو من الفول البلدي. معايا هنا فول بص لونه فاتح، ما تجيبوش اللي لونه غامق، ده هيديكوا نتيجة مش حلوة. والفول بتاعكم هيطلع غامق. بص بقى الفول كبيرة وفي نفس الوقت لونها فاتح. هننقعها هنا يا حبايبي بمية عادية خالص من الحنفية. بلاش مية سخنة عشان المية السخنة بتخلي القشرة بتاعتها تطلع. هننقعه من 4 ساعات ل6 ساعات. عايزين تسيبوه ليلة كاملة براحتكم، مش هيجرى اي حاجة، مفيش اي مشكلة. هننزل عليه بالمية العادية خالص. اهم حاجة المية تغطيه. انا هسيبه هنا من 4 ل6 ساعات حسب الفولة بقى، ما احس ان هي كبرت معايا وبقت ايه، طرية معايا. عايزين تسيبوه ليلة كاملة مفيش اي مشكلة خالص، عادي جدا. كده الفول بتاعنا بعد ما غسلناه، بصوا الكمية ضعفت ما شاء الله. اهم حاجة الكمية تضاعف معاكم كده، سواء بقى قعد معاكم 4 ساعات 6 ساعات. اهم حاجة الكمية تتضاعف والفولة بصوا تكبر معاكم كده. بصوا بقى ما شاء الله. المقادير بتاعتي اللي هستخدمها للفول، معايا هنا نص كوباية فول مدشوش منقوعة، معايا نص كوباية عدس منقوعة، معايا ليمونة. والمكون السحري بقى اللي هنستخدمه مش هتلاقوه عند اي حد، ده بقى اللي هيخلي الفول بتاعكم لونه فاتح وفي نفس الوقت هيستوي بسرعة. معلقة خل واحدة بس، بجد هيطلع معاكم الفول تحفة جدا ولونه فاتح ومش هيسود. يلا بينا بقى يا حبايبي. ننزل بقى بنص كوباية الفول المدشوشة، يكون منقوع طبعا. ومعايا هنا نص كوباية العدس. تمام كده. نقلب بقى الكلام ده كله مع بعض كده. بقى على الفول بالمية السخنة. اهم حاجة المية تكون سخنة جدا. ونزود المية شوية. اهم حاجة المية تكون زيادة. تمام كده. هننزل بقى بالليمونة، ليمونة كاملة، ما تخافوش مش هتمرر ولا اي حاجة. انا مجرباها كتير. معلقة الخل دي بجد سحر يا جماعة، جربوها النتيجة معاكم هتبهركم. كده يا حبايبي بس اول غلوة هناخدها على البوتاجاز، هيكون النار عالية جدا، وبعد كده هنغطي عليه ونهدي عليه خالص. كده يا حبايبي الفول بقى ابتدى يغلي معانا، هنقلبه تقليبة كده وهنبتدي بقى نهدي النار خالص. بص بقى لونه فاتح ازاي. هنهدي النار على اقل درجة. بصوا بقى الفول بتاعنا يا حبايبي، بصوا جماله ولونه. بصوا ما شاء الله ابتدى يدخل في التسوية اهي. كل ما يحتاج مية هنديله مية سخنة، بلاش مية باردة عشان يستوي معانا بسرعة. لو ضفتله مية باردة هتأخروا التسوية بتاعته. بصوا ما شاء الله. هنزوده شوية ونهدي عليه النار كده ونشوفه مع بعض. كده خلاص. بصوا بقى الفول بتاعنا دخل في التسوية، مخدش معانا وقت. اهم حاجة مرحلة النقع يا حبايبي. وما تقلقوش من الليمونة خالص، الليمونة مش هتعمل لنا اي مرارة ولا اي حاجة. اول ما الفول يستوي معانا كده هنبتدي نخرجها خالص. بس هتخلي الفول لونه فاتح وجميل مع معلقة الخل. بصوا بقى ما شاء الله الفول لونه مستوي. بصوا الفولة ما شاء الله فاتحة ازاي. تعالوا بقى نشوف واحدة مع بعض كده. هنجرب واحدة بايدينا بقى، ندوس عليها كده. بصوا ما شاء الله الفول دايب ازاي.
سخنة جدا طبعا. وخلاص كده تمام، ما خدش معانا وقت. بصوا ما شاء الله، خلاص كده هندفع عليه بقى ونشوفه مع بعض. بصوا بقى الفول ما شاء الله مستوي ودايب دوب. يلا بقى بينا نغرفه مع بعض. الله بقى على الجمال. بصوا بقى جمال الفول ولونه، لونه فاتح ازاي يا حبايبي. ما حطينالوش اي اضافات، كلها حاجات طبيعيه جدا زي ما انتوا شفتوا كده. لا ضفنا جزر ولا طماطم ولا اي حاجه. بصوا بقى الفول ولونه عظمه، مستوي. بصوا دايب ازاي ما شاء الله. بصوا بيتحدث عن نفسه. شفتوا العظمه بقى. الله بص عملوا معانا كمية حلوة جدا تكفينا طول رمضان. طبعا وعاملين الأكياس كبيرة، تقدروا انتوا بقى تعملوا الحجم اللي انتوا عايزينه. بصوا ما شاء الله موفر جدا يا حبايبي، والله يعملوه في البيت أفضل بكتير.